ها يا سيدي، بتقول عليه فيلم كوميدي ليه المرة دي؟ هو أصلا فيلم كوميدي ولا أنت بقى كل فيلم بنحبه وتيجي تقول عليه بقى هو ليه فيلم كوميدي؟ وتقعد بقى تشتم في الأفلام اللي بنحبها. أوف. بقت شغلانة بقى. ها قول لي عندك ايه بقى النهارده؟ عندنا فاصل ونعود يا صاحبي. هتقولي طب ما هو فيلم كوميدي اصلا، يعني انت هتضيف ايه؟ هفهمك اهو، هو فيلم درامي فيه شويه كوميديا، فانا مش هاخد الجانب الكوميدي منه واكلمك عليه، انا هقولك ليه هو اصلا كوميدي. هنتكلم عن شويه مشاكل في العمل واخطاء خلت فيلم درامي اجتماعي فيلم كوميدي. نخش في الموضوع بقى. احداث الفيلم زي ما انت عارف بتحكي عن عربي اللي ابنه بيتخطف منه وبياخد ضربه على دماغه في حادثه الخطف بتاثر على ذاكرته، والمفروض انه بقى بينسى الشخص او الحاجه فورا اول ما تغيب عن عينه، وذاكرته بتثبت بس على لحظه الحادثه واللي حصل قبلها. هنا الراجل كان بيكلمه عادي وقام يدي الكره للعيال، فعربي نسيه على طول. ايه ده يا ولد يا واد يا ابن ادي عيب السكن في الدور الارضي، انا جاي لك انت وهو. يا ساتر يا ساتر حرام علي. يعني عربي اتقدم انه بينسى بسرعه خارقه، نسي الراجل في ثانيتها بمجرد ما قام. من صفات السمك ان ذاكرته مدتها 5 ثواني وبس، يعني 5 ثواني وينسى كل اللي حصل ويبدأ ذاكرة جديدة. انت حالتك مختلفة شوية، يعني طول ما الحاجة قدام عينيك انت فاكرها، لو راحت ورجعت بتنساها. تمام ماشي، انت حطيت اساسيات اهو، امشي عليها بقى، ما تجيش في مشاهد المطاردات وتخليه ينسى انه بينسى. هنا مثلا هو ازاي ما نسيش هو بيجري من ايه؟ ازاي فضل مكمل جري كده عادي؟ انتوا يا جدعان مش قلتوا بينسى الحاجه لما ما بيبقاش شايفها؟ طيب ما هو ما بصش وراه، ما شافش الحكومه غير عند البيت قبل ما يجري، ايه بقى؟ هو احنا ما بنفتكرش انه بينسى غير لما نكون عايزين نعمل كوميديا بس، ولو كان الحوار حصل في مشهد واحد كنت اقول لك ماشي نعديها، لكن حصل نفس الكلام هنا برضه لما كان عربي بيجري ورا حمو اللي خطف ابنك ساكن في شارع حسونه في المدافع بيت نمره 8 فوق السطوح على طول. ما تقنعنيش يعني ان طول المطارده دي كلها حمو ما اختفاش عن عين عربي. هنا بص نزل على سلم اصلا، وباين كمان انه سلم طويل مش كام درجه وخلاص، وعربي لسه فاكره لان الراجل اللي بجد ما بينساش حقه معروفه. في المشهد ده هو اكيد باصص قدامه وهو بيسوق، فاكيد هيبقى مش شايف غير الحاجات اللي هو بيكسرها. هتقول لي ما هتلاقيه كان بيسمع في سماعه ولا حاجه، هقول لك امال ايه ده؟ يا ده انت ياض قول انا ربطك هنا ليه؟ عربي افتكر انه بينسى يا رجاله، لا وايه، مسكوا وربطوا وضربوا وبعدين نسيه بعد كده. بس انا ليا طلب يا باشا، انا مش عايز الواد يعرف اللي عمله كده. يا اسطى انت شخصيا ما تعرفش اللي عمله جده، ما الراجل خرج من الاوضه، يعني انت فاكر ازاي؟ في عربيه بطيخه هتعدي قدامك حالا، نط فيها عرض. مش بستذكى والله، ومش عشان شايف الفيلم كتير، بس مش واضح شويه يعني ان ده صوت محمد لطفي وطريقه كلامه؟ يعني اللي هو هنصعبها شويه، ده كده الفيلم محروق من قبل ما الاحداث تبدا اصلا. الراجل حالته صعبه وابنه مخطوف وعنده مشاكل في الذاكره وحياته متدمره حرفيا، لكن لسه مهتم انه يلحق المسلسل اللي بيتعرض الساعه 7. اكيد كان المسلسل اياه. الحلقه هنا بتنزل برضه يوم الاثنين الساعه 7، انا قلت اقول يعني. انا شفت المشهد ده فين قبل كده؟ يلا بابا يا بابا، بابا الحقني يا بابا، يلا بابا الحقني يا بابا. ده كريم عبد العزيز بطل الفيلم يعني لو ما تعرفش. يلا يا بابا الحقني يا بابا، يلا يا بابا يا ابني، طب استنى هيلحقك ما هو في الطريق. ندخل في الجد بقى. بنعرف في الاخر ان الشرير بتاع الفيلم واللي خطف ابن عربي هو خيري منصور جد الولد. ماشي لحد هنا وتمام، لو كانت دي نهايه الفيلم فعلا كنت هقول لك ماشي، هي مش اقوى حاجه بس ما فيهاش مشاكل، ده حصاد اللي اتزرع طول الرحله، دوافع خيري كتير. اولا هو ما بيحبش عربي، وثانيا عايز ياخد الواد يعيش معاه، ولو عرف يثبت ان عربي مش قادر يحميه ده هيسهل عليه الحوار. نهايه عاديه اهي، بس ازاي؟ لازم الحنيكه. قالك ايه بقى؟ الراس الكبيره اللي كان مخطط لكل حاجه ومدورها هو صلاح صاحب عربي، اللي اتقدم طول الفيلم انه جدع وطيب وما تطلعش منه لعيبه وجنب اخوه في اي حاجه. نعتبر يا عم صلاح كان بيتلون ويتخابس ويسوق لقم انت عارف لقم مين، مش عايزين مشاكل مع حد. ماشي يا عم صلاح خبيث ولعيب، بس عمل كل ده ازاي؟ مش المفروض هو شخص غبي ومدهول وعلى نياته؟ انت قدمتهولي كده، جاي في الاخر عايزني اشتري انه بيخطط وينفذ ويدير عصابه وبتاع. صعبه. انت ما قدمتش حتى لمحه ولو بسيطه في الفيلم ان لا ده خبيث ده يتخاف منه. لو شايف ان مشاهد الفلاش باك الكسر دي كانت كفايه تمام، لكن ده هيبقى من وجهه نظرك انت بس، لان المشاهد دي هنا تحسها بتتكلم عن فيلم تاني. احنا المفروض شفنا لما اتعرضت النهايه المزيفه ان خيري راح ثبت عربي هو والعصابه اللي معاه، واللي هو ليه يروح بنفسه اصلا ما هو عارف ان الفلوس ورق، بس ده مش موضوعنا. خيري ما طلعش هو الشرير اهو، فايه اللي حصل بقى؟ فين المشهد ده من منظور صلاح؟ انت ضيعت فرصه
فرصه من دهب انك تورينا مشهد صدمه عربي بصلاح لما شافه مع العصابه، مشهد كان يمكن يطلع منه حاجه، واكيد كان هيبقى احسن من المشهد الشقلب وقلب وعبي في اكياس اللي اتعمل في الاخر ده. وغير كده شرير الفيلم اللي دمر حياه عربي وسودها هو صلاح، امال خيري كان خايف ومقلق من ايه؟ والظابط بيواجهه بالجرائم اللي عملها، ما بيدافعش عن نفسه خالص، ده بيثبت التهم عليه. هو اكيد لبس نفسه كل القواضي عشان ما يحرقش علينا حاجه. ما المفاجاه تستاهل برضه، المفاجاه اللي كانت باينه من اول مكالمه واللي اتكشفت عشان قال ايه عمو صلاح بيقلد صوت الخاطف في فقرات العرايس. يعني راجل بالذكاء والدهاء ده مش هيكلف نفسه ويدور على حاجه تغير الصوت ويعتمد بس على اللعب في طبقات صوته؟ ده غير ان هو عربي مش عارف يميز صوت صلاح، ما حضرلوش ولا فقره قبل كده. لا وايه، بص التفصيله، في الاول ما جابوش صلاح وهو بيشتغل، جابوه وهو طالع من الشغل، خلص الفيلم. بس طب ومصير صلاح لو مات فكده يبقى قضيته اتعاملوا معاها ازاي؟ وقضيه حمو برضه اللي اتقتلوا واتهموها في عربي ايه نظامها؟ طب ولو صلاح عاش ايه الادله اللي تثبت عليه اللي هو عمله؟ ده كل اللي شفناه مجرد ربط احداث ببعضها بس من عربي. طب مصير خيري منصور ايه؟ طب عربي هيفضل طول عمره يكر في نفس الشريط ولا اتعالج؟ يا جماعه اللي شغالين على الفيلم ايه كميه علامات الاستفهام دي؟ القفله رايحه في داهيه بصراحه. انا بلغت البوليس وانت وحظك بقى، يا البوليس يجي الاول يا القطر يجي الاول. مش حته اجنبي شويه دي؟ وبعدين ما القطر عادي يقف لو حد شاور له، مش كيمياء هي. اللي انت عايز تعمله ده بيتعمل في نتفليكس مش هنا. وحته اجنبي تانية لما بيدي لابنه الحاجات اللي استعملها في الرحله اللي خدها وهو بيدور عليه. طب كنت اديها للحكومه يا عم انت عشان تثبت الجرائم على اللي عملها. لازم قوي يعني اللطشه الاجنبي دي؟ مش مهم، الفيلم كده كده مقتبس او متجمع زي الكمبيوترات التجميع كده، شويه من هنا وشويه من هنا وبترزق. يعني الصراع بين الاب والجد منحوت تقريبا من فيلم اوفر ذا توب لسيلفستر ستالون. البطلين سواقين وحالتهم الماديه مش احسن حاجه، واتجوزوا بنت تاجر غني من وراه، والزوجه في الفيلمين بتموت والقصه بتكمل من غيرها، وبيحصل صراع بين الاب والجد على الحفيد. اما بالنسبه للجانب النفسي في شخصيه البطل بقى فهو طبعا واكيد متاخد من فيلم مومنتو. وانا مش عارف مين الجاحد اللي يغامر ويروح يقلد فيلم لنولان بصراحه. ده هو شخصيا لو حد قال له تعالى اعمل افلامك تاني مش هيعرف. البطلين عندهم فقدان ذاكره مؤقت وبيتحطوا في مغامره بيدوروا فيها على اشخاص. العربي بيدور على اللي خطف ابنه، والاجنبي بيدور على اللي قتل مراته. الاجنبي بيرسم الحاجات اللي عايز يفتكرها على شكل وشم على جسمه، والعربي بيكتبها على الحيطان وعلى الورق وعلى ايديه عشان الوشم حرام طبعا. بس عادي، مش ازمه الفيلم انه مقتبس يعني، انا قلت اقوله وخلاص. بس سيبك من اللي انا قلته، لو كنت بتحب الفيلم عادي جدا مفيش اي مشكله. مش شرط الافلام اللي بنحبها تبقى اجمد افلام في الدنيا يعني، مش لازم. وبس كده، ما اعتقدش ان عندي حاجه تانية عايز اقولها. انزل اعمل لايك وسبسكرايب. عايز تشوف قناتي برضو قشطه، محمد عادل. المشخصاتي، انتاج 2003 وتأليف مهدي يوسف واخراج فخر الدين نجيدة، وبطولة النجم تامر عبد المنعم، الشاب اللي بيستغل موهبته في التقليد وبيحاول يستفيد منها باي طريقه لحد ما يلاقي فرصه مناسبه. والفيلم كله قايم على كده، ساعتين الا تلت من تامر عبد المنعم وهو بيحاول يقنعنا انه بيعرف يقلد جدا. لكن سيبك من انه بيعرف يقلد ولا لا، دي حاجه هنجيلها قدام. انا هكلمك في حوار تاني. حرفيا كل شخصيات الفيلم بيحاولوا يقنعونا ان شلبي ده ما جاش زيه في التقليد، موهبه خارقه محدش بيشكك في اي شخصيه بيعملها ولا بيفكر مرتين حتى لما بيلاقيه قدام.